السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عجينه المورقه اللي ان شاء الله غنشاركها معكم، ولكن بالنسبه للحشوه ديالها في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. غنشارك معكم غير الطريقه ديالي كيفاش كنجمعها وكنعجنها، شنو كندير فيها وصافي، وغادي نديرها في الفريغو. بالنسبه لهاد العجينه هذه غنديرها ان شاء الله مالحه. ممكن تستعملوها الحلوه والملحه، غير هو في بدايه العجن فاش يلا كنعجنوها. الا بغينا نديرو الحلوه غنكثروا السكر، كنا غنديروا المالحه غنديروا داكشي قليل السكر، غير واحد شويه، مثلا معلقه صغيره الا كنا غنديروه نديروها مالحه، معلقه كبيره الا كنا غنديروها حلوه. فداكشي على حسب الدقيق، شحال الكميه ديال الدقيق. فانا هنا غنشارك معكم ان شاء الله غير نص كيلو ديال الدقيق. فكاين بزاف ديال الناس كيقولوا صعيبه فيها الدليكله هذه، بالعكس دغيا غتصايبوها وتوجدوها لفطوركم. مثلا دابا في رمضان غتوجديها 10 ديال الدقائق ما كاملاش، صافي غتوجدي العجينه ديالك وتعمريها باش ما بغيتي. فان شاء الله هنايا غنصايب معكم الطريقه. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الفورص، عندي هنايا غير نص كيلو ديال الدقيق. ضفت عليه معلقه صغيره، لا عفوا نص معلقه ديال خميره ديال الحلويات. خميره ديال الحلوى ماشي ضروري، وانما كتعطينا واحد القرمشه وصافي، ماشي ضروري ديروها. عندي هنايا نص معلقه ديال الملحه. فبالنسبه للطريقه انا اللي درت، ممكن انكم تخدموا بها الحلوه والمالحه، لحقاش انا ما كثرتش الملحه وكذلك ما كثرتش هذا السكر. بالنسبه للسكر درت هنا معلقه صغيره عامره. المهم خميره نص معلقه، الملحه نص معلقه، كلهم معلقات صغار نص نص، والسكر معلقه صغيره ولكن عامره. دابا غادا ندير واحد جوج معالق كبار ديال الزيت الروميه اولا زيت المائده. دابا غادا نضيف الخل، غادا ندير معلقه كبيره ديال الخل. صافي هادو هما المقادير اللي كنديروا فيها، وكنعجنوها بالماء بارد، يعني ما يكونش الماء اللي نسخنوه في البوطه وعاد نديروه بحال العجينه ديال الخبز ديال الدار، لا. هادي غير تعجن بالعجينه بالماء يكون بارد. بالنسبه للعجينه ديالها ما خاصهاش تجي قاصحه، وكذلك في نفس الوقت ما خاصهاش تجي جاريه، المهم تجي ما بين. كيف ما شفتوا المكونات يعني ساهلين، كاينين في الدار، ماشي شي مكونات اللي غنشريو في على برا ولا واخا شتوني درتها في الماكينه، راه ماشي ضروري انكم ديروها في الماكينه، غير انايا مزروبه وصافي درتها تما. راه بعض الخطرات كنهز غير انايا القصريه ولا شي بانيو هكا، كنعجن فيها بيديا دغيا دغيا، كنجمع ماشي كنعجنها، غير كنجمعها وصافي. حيت هاد العجينه هادي ما خاصناش ندلكوها، غير نجمعوها وصافي. فكنضيف الماء شويه بشويه بشكل تدريجي حتى كنتحصل على القوام اللي بغيت. ما كنضيفش الماء في خطره واحده. بالنسبه لشي واحد هكايا فيكم خديتوا شي وصفه هكايا ديال شي عجينه وعطاوكم القدر، يعني شحال العبار ديال الماء اللي غتستعملوا في هذيك الوصفه، من الاحسن ديروه بشكل تدريجي شويه بشويه، لحقاش كاين شي دقيق اللي كيشرب وكاين شي دقيق ما كيشربش. دابا غادا نديرها في السلوفان وغنحطها على جنب، ما غنديرهاش في الثلاجه. الا كان الصيف مثلا سخون الحال، ولا وقت الربيع، تا وقت الربيع شويه تيكون سخون الحال بالنسبه للمغرب، من الاحسن نديروها في الثلاجه بما تخرجوا الزبده، وعلى حسب الطريقه باش غتخدموها. انا ما غنديرهاش في الثلاجه لحقاش هذا الجو بارد. وغادا نحكها انا الزبده، غادا نديرها بهذه الطريقه هذه، كتجيني سهله على ديك الطريقه الاخرى. كاينه الطريقه الاخرى ممكن ديروها، تشدوا الزبده وتطلقوها في ورق الطهي اللي كندخلوا الفران، تسرحوها على شكل مربع، وتشدوا العجينه تسرحوها حتى على شكل مربع، وتحطوها وسط منها وتسدوا عليها. المهم هذيك الطريقه المعروفه بزاف الناس كيديروها، حتى انا في الاول كنت كنديرها، ولكن دابا كندير هاد الطريقه هذه كتجيني حسن. كندير الزبده في الثلاجه تبرد مزيان، ضروري تكون بارده باش ما تذوبش لكم مع العجينه. انا دابا كنت غير كنحك فيها بحال هكا، المهم غتشوفوا في الفيديو، غير غنبدا نحك فيها صافي كتذوب ليا مع يديا واخا الحال بارد. مع يديا سخان
كتذوب ليا في يدي. يعني حاولت نزرب. مهم خصكم تزربوا الا كنتو غديروا الطريقه هذه باش تحكوها بحالي. خاصكم تزربوا. فكيف ما كتشوفوا كنحاول نسرحها على شكل مربع. كنحاول ما امكن قدها بيديا باش تبقى لي على شكل مربع. دابا غادا نخرج الزبده من الثلاجه. حتى نبغي نحكها عاد كنخرجها من الثلاجه، والزبده تكون حيوانيه احسن. ماشي غير احسن، ولكن راه ضروري ضروري مؤكده انكم تستعملوا زبده حيوانيه. عندي هنايا 225 غرام ديال الزبده. بالنسبه لنص كيلو ديال الدقيق، يعني نص كيلو 500 غرام، خاصنا نستعملوا فيها 225 غرام ديال الزبده. الا كنا غنستعملوا كيلو حنا كنزيدوا، هي هذيك. المهم استعملنا 2 كيلو حنا طالعين. استعملنا نص ديال نص كيلو مثلا رابعه، راه كنستعملوا نص ديال الزبده. فانا كندير غير نص كيلو هكايا ديال الدقيق. كنستعمل غير 500 غرام دائما، هي باش كنخدم الاغلبيه. باش كنقسم على جوج. المره الاولى كنخدم بها اما ديك الساعات فاش كنصايبها، يعني كنعمر بها الحشوه ديالي، كنقادها داك النهار، داك النص، والنص الاخر كنديرو في الفريغو. ولكن هاد الخطره هذه درتهم في الفريغو بجوج، ما استعملتهاش يعني في هذا النهار هذا. ان شاء الله في الفيديو الجاي غتشوفوا الطريقه الحشوه، عفوا حشوه باش عمرتها. يعني ممكن تعمروها باي حاجه، يعني تعمروها بالحاجه الحلوه ولا الحاجه المالحه. فكنحاول هذيك الزبده نستفها كيف ما شفتوا في الفيديو. كنحاول نستفها كامله على العجين، وكنطوي على هذا الشكل هذا. والزبده ما خاصهاش تخرج لينا على برا. كنحاول نغطيها بحال هكا باش تبقى لداخل. فكنحاول نقادها بالمدلك، ولكن خاصنا نزربو بهذه الطريقه هذه باش كنجمعوها. خاصنا نسربيو، خصوصا الا كان الصهد. يعني الصهد الزبده كتذوب لينا. الا كان الصيف او وقت الربيع بحال وقت الربيع دابا ما شاء الله في المغرب راه الحراره تبارك الله. فكنحاول نزرب بحال هكا. صافي ملي كنسالي كنعاود نطويها. فمره كنرش الدقيق باش ما يلصقش ليا في هذاك السطح العمل. صافي كنستمرها هكا. غنعاود مره اخرى نطويها. صافي هذه هي اخر مره غنطوي فيها هاد العجين. غنسرحها واحد شويه، وكنقاد ليها هذوك الجنيبات باش تجيني هكا على شكل مربع. فإلا بغيناها زعما نخدموا بها مثلا الفطور، فممكن تصايبوها يعني في ديك الوقيته اللي نتوما كتنصبوا الحريره، اولا كتصايبوا الصوبه ولا شي حاجه هكايا. يعني في ديك البلاصه راه غتوجد لكم بزرب 10 ديال الدقائق، ربع ساعه ماكسيموم، وغتوجدوا العجين مورق ان شاء الله. كناخذ موس وكنقسمها على جوج. باش انا قسمتها على جوج لحقاش غنخدم بها جوج مرات. اما الا جيت نخدم بها كامله في خطره واحده فغتجيني كثيره بزاف، غير نص بركه. فكنحاول ندير ليها شويه ديال الدقيق الاخر مره. صافي وكنديرها في السلوفان كل وحده بوحدها، حيت ما غاداش نديرهم في هذا النهار هذا. فغادا نخليكم هنايا وغادا نقول لكم سلامه، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، وكذلك تبارطاجيو القناه ديالي، واللي مازال ما مشتركش يشترك ويضغط على ابوني، وكذلك جيم وبارطاجي القناه ديالي. وشكرا لكم على المشاهده. بسلامه.